ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا جبنا نص كيلو حمص. الحمص ده الجامبو بليته يوم بحاله. جيت عملت له بقى ميه، سخنت له ميه كان داخل على الغليان كده، رحت حطها فيها الحمص. شلت بقى الحاجات اللي على الوش دي، بقت تطلع بقى كل ما تطلع اشيل. انا شلت كتير بس الكاميرا ما جابتهاش. رحت جايبه بصلايه مقطعه، كان عندي بقى الكبه باظت، رحت مقطعه البصل كده ومقطعه القوطه برضو حتت صغيره كده. قطعت يجي 5 قطيات، يجي ربع كيلو يعني. كنت نفسي اضربه في الكب عشان ما يبانش في قلب الحمص، بس كان جميل الصراحه. قطعتها ورحت عاملاها كده يعني، فعصتها شويه عشان خاطر ما تبانش برضو في الحمص. ورحت حاطه معلقه توم، حطيت كمون، وسبته بقى مع نفسه لحد ما دخل على غليان كده. سوق، والله كان الحمص كان في منتهى الجمال، احلى كمان من اللي بنجيبه بره. حطيت له التوم، دقيت له فصين توم وحطيتهم له، حطيت له كمون، اتسلق زي ما انتوا شايفين كده. عملت له بقى شويه ليمون دقه، دقه بتاعت عربيه الحمص. وعملت حطيت في الطبق التاني شطه، وحطيت حبه ميه بتاعت الحمص عليها. انا كنت عملته وطفيت عليه ورجعت تاني سخنته وحطيت شطه. صبيته بقى في كوبايه. معلش ما تاخذونيش عشان مقصره معاكم اليومين دولت في الفيديوهات، بس والله كنت عندي البرد ما كانش راضي يمشي اصلا. الحمد لله. بالله عليكم ما تنسونيش في اللايك والشير، ولو ما عملش اشتراك يخش يعمل اشتراك للقناه. لو كانت بقى القطه معموله في الكبه كانت هتبقى يعني لونها احلى من كده، بس هي كان جميل والله. جربوا بطريقتي كده وهتلاقوا طريقه بسيطه وجميله. وبالهنا والشفا. صبيت ورجعت صبيت تاني. مع السلامه.